السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا في قناة ملك الأجهزة. زي ما اتعودنا وزي ما قلنا بإذن الله على الفيسبوك وعلى المنتدى بتاع اليوتيوب إن في عجان بلاك أند وايت هيجي لنا إن شاء الله 10 لتر 10 لتر والموتور 2000 واط، حاجة طبعا جبارة خالص تبع شركة بلاك أند وايت. الحمد لله وصل، وهنعمل فيديو بإذن الله كويس ليه عشان نعرض فيه كل محتويات الكرتونة، وهنجرب البلاك اند وايت وهنشوف العجان مميزاته ايه وعيوبه ايه، وباذن الله هنتكلم عن كل تفصيله عشان برضو انا شفت فيديو عند ناس بتشتكي منه، فهقول لكم ليه هم اشتكوا منه وكان العيب جاي من الشركه ولا من المنتج ولا ايه بالظبط. انا هعرفكم في الفيديو ده ان شاء الله. بس ما تنساش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعار، وباذن الله تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. وما تنسوش في فيديوهات جميله جدا في القناه لو انت حابب تشوفها، هتلاقي فيديوهات مش موجوده في اي قناه تانية باذن الله. يلا بينا، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم باذن الله. يلا بينا يا جماعه. اهلا بكم من جديد باذن الله. فتحنا الكرتونه وطلعنا العجان، بسم الله ما شاء الله. العجان في قمه الروعه، حاجه شيك جدا. الوعاء بتاعه حله كبيره خالص، تقدر تشيل فيها حوالي 5 كيلو عجين مرتاح خالص. هتشتغل معاكي بقوه ممتازه جدا، قوه الموتور كويس، وفي استخدامات كتيره جدا للعجان. هنتكلم دلوقتي عن اول حاجه المكونات بتاعه العجان. ده طبعا الجهاز، بس انا ركبت فيه الحله بتاعته، حله بسم الله ما شاء الله، حاجه 5 ستانلس، حاجه كويسه جدا. بيجي السلاح الكبير بتاع العجين، في سلاح تاني كمان بيجي للعجين برضو حسب انواع العجين اللي بتشتغل بيها. طبعا ست البيت هتبقى عارفه الكلام دوت. غير في سلاح تاني مخصص للكيك والبيض والحاجات ديت. وفي معلقه معانا عشان ديت تنظف بيها الوعاء او تشيل منها اي حاجه تانية. وطبعا في كتالوج. طبعا يا ريت اي حد قبل ما يشغل عجان يقرا الكتالوج كويس، ما يعتمدش على كلامي او على كلام اي حد تاني بيتكلم على اي منتج. يا ريت يقرا الكتالوج كويس عشان يعرف كل حاجه عن العجان. طبعا العجان بيجي بانواع كتيره وباشكال كتيره، طبعا حسب كل واط وحسب كل سعه كبيره للعجان. طبعا ال6.5 غير ال10 غير ال8 غير ال7.5 اللي كان بينزل، وغير ال5 الصغير. وفي حاجه بتيجي بمفرمه لحمه زي اللي في الصوره ديت، وفي حاجه كمان بيركب عليها ذره. ما علينا، اهم حاجه هنتكلم عن العجان ال10 لتر. وكمان بيجي غطا عشان لما نقفل العجان بالشكل ده يبقى احنا محافظين على الحاجه جوه وهي شغاله. عايز نضيف اي اضافات بنفتح هنا ونضيف اي حاجه احنا هنضيفها للشغل بتاعنا. هنجرب العجان وهنشوف السرعات بتاعته كام سرعه. عجان اولا من بره، عشان الناس بتتكلم بتقول ده مش ستانلس. احنا ما بنتكلمش يا جماعه نقول البتاع كله ستانلس بالكامل، لا. العجان بتبقى من البلاستيك، خامه كويسه جدا. وده طبقه حاجه نيكل، اسمها نيكل. انا ما بقولش ده عجان ستانلس، لا، الحله ستانلس. اما العجان من بره بتبقى طبقه نيكل مش بلاستيك. لو انت سمعت الصوت دوت، حاجه زي طبقه فبر صغيره كده عليها طبقه نيكل عشان تدي شكل جمالي، وفي نفس الوقت يبقى سهل في التنظيف، ويبقى الاستخدام بتاعه كويس جدا. بيجي عندك المفتاح دوت عشان لو احنا عايزين نفتح الحله تفتح معاك اوتوماتيك بكل سهوله. لو احنا عايزين نقفلها تاني بنرجع الدراع مكانه ونقفل معانا العجان عادي خالص. نيجي بعد كده للسرعات بتاعه العجان. عندك من 1 ل 6، 6 سرعات معانا عشان تشتغل على حسب الكميه العجين اللي موجوده عندك. طبعا مش اول ما هفتح اروح ترخ مره واحده فاتح على رقم 6، لا، احنا بنمشي تدريجيا عشان نحافظ على الموتور بتاعنا ونحافظ على العجان بتاعنا عشان ما يحصلش معانا اي مشكله. وفي دوت عشان ايه؟ الضغطه السريعه على طول. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنشغل العجان. ده شكل العجان من جوه اهو. 1 2 3 4 5 6. قوة جميلة خالص وحاجة محترمة، ثبات جدا. العجان ثابت معايا خالص، مفيش أي اهتزاز أو أي حاجة. الكاوتش بتاعه من تحت حاجة بتمسك على المطبخ، على رخامة المطبخ أو على أي سطح أنت حاطه، بحاجة كويسة جدا. هنفصل بس الصوت عشان إيه تقدروا تسمعوه. زي ما انتوا شفتوا يا جماعة، العجان اشتغل على 6 سرعات
ورا بعض بكفاءه جدا، مفيش حاجه اتهزت، الحله ما اتهزتش من مكانها، حتى لو انت حاطط معلش عجين او اي حاجه الوعاء بتاعها برضه هيبقى بنفس الكفاءه ان شاء الله. الناس اللي كانت اتكلمت، وكان في واحده عامله فيديو عن العجان وبتقول انا حست بطقطقه وكانت في مشكله والتاجر ما رضيش يرجحه لي، ده معلش يا فندم ده عيب من التاجر. انا بالنسبه لي الحمد لله انا شغال مع الوكيل بتاع بلاك اند وايت بقالي سنين، حاجه كويسه جدا. في اي مشكله الصراحه عند اي عميل او اي حاجه ظهرت، مع انها بتبقى حاجات خفيفه جدا وحاجات يعني كل فين وفين لما يظهر حاجه، الشركه الصراحه بتاخد مني اللي اي حاجه فيها مشكله وبتديني حاجه مكانها جديده بديها للعميل. مفروض كان التاجر ياخد من حضرتك العجان ويديك واحد مكانه تجربيه وتتاكدي ان هو المنتج كويس، وفي نفس الوقت هو كان يقدر يرجعه. اما العجان الحمد لله حاجه كويسه، خامه محترمه جدا، الاستخدام بتاعه والحله بتاعته بسم الله ما شاء الله، يعني اكتر، يعني بص ايدي كبيره اهيت مش باينه جوه الحله، حاجه استخدام صراحه ممتاز جدا. سعر العجان باذن الله عامل 3500 جنيه، والشحن مجانا لاي محافظه باذن الله، يعني السعر شامل الشحن كمان. وباذن الله اللي يجي المعرض باذن الله هنعمل له اسعار كويسه. وباذن الله كمان الفيديو الجاي هعرض لكم اول عجان في مصر بينزل بمفرمه لحمه، ممكن نشيل الجهاز اللي فوق دوت او الشكل اللي فوق ده ونركب مكانه مفرمه لحمه، بس مش تابع شركه بلاك اند وايت، هو هيجي لي بكره ان شاء الله باذن الله، هيعجبكم جدا. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.